اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندي تركية بسيطة كده للناس اللي يعني بتعمل الشوربة بتطلع مية معاها وعلى وشها دهن كده، وتبقى التسوية بتاعة اللحمة مش مظبوطة. كذا حد سمعت منه ان الشوربة بتطلع معاه مية، حتى شوربة الفراخ برضو، وتسوية اللحمة تبقى بتشد وكده. النهاردة حاجة بسيطة جدا هنعملها، هتخلي الشوربة طعمها تحفة، واللحمة زي الزبدة كده وبتتقطع بسهولة جدا ودايبة وجميلة. معايا في حلة ربع معلقة سمنة بسيطة خالص كده صغيرة، وبصلاية متقطعة و3 فصوص توم وورق لورا وفصين حبهان ومستكة. بجيبهم مع البهارات، 7 بهارات وربع معلقة قرفة وفلفل اسود، بشوحهم كويس جدا في بعض، البصل بالتوابل باللورا والمستكة والحبهان لحد ما ريحتهم تطلع كده. وبعدين بجيب اللحمة بعمل لها صدمة فيهم، وافضل اشوحها معاهم كويس قوي لحد ما تتحمر من على الوشين وميبقاش فيها دم. بعدين بجيب مية بتغلي وبنزل بيها. المية بتغلي مهمة منزلش بمية ساقعة، لان المية اللي بتغلي بتسرع في تسوية اللحمة وتخلي الانسجة طرية كده، انما المية الساقعة هتخليها تشد والانسجة بتاعتها تبقى ناشفة ومش هتستوي كويس. لازم المية السخنة بنزل بيها بعد ما تتشوح كويس قوي، بعدين بنزل بالملح حسب الرغبة، وبسيبها تستوي على نار مش هادية قوي ولا عالية قوي، نار متوسطة، علشان تستوي عندي من بره ومن جوه وتبقى تحفة كده. الشوربة هتطلع جميلة جدا بالطريقة دي. برضو هبقى انزل بشوربة الفراخ وهتبقى طعمها تحفة، ما فيهاش دهن كتير وطعمها جميل قوي واللحمة دايبة كده وزي الزبدة وبتتقطع بسهولة وانسجتها جميلة. جربوها بالطريقة دي، مش هتطلع الشوربة مية ولا اي حاجة، وهتعجبكم جدا ان شاء الله. يا رب ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويا رب دعمكم دايما ليا ودعواتكم. وان شاء الله انزل لكم بوصفات تانية جميلة ونتفاعل مع بعض كده ونبقى كلنا أسرة يا رب ان شاء الله. والسلام عليكم يا حبايبي.